صباح النور يا سعدية. ايه يا حبيبتي، رايحة فين كده ببهجة الهدوم اللي فوق راسك دي؟ يا فتحي عليه مع الصبح. بتقولي الراجل كرشك؟ قالك روحي عند اهلك كده، قمت لما الهدوم حطهم في الملاية وقمت حطها فوق راسك وجايه لي؟ كرشك ليه يا مايل؟ ما تعرفيش شوية زهق يعني حصلوا معاكم بينك وبينه؟ طب وايه المشكلة؟ ما ياما بيحصل في البيوت. تقوم تلمي هدومك علشان ان هو كرشك؟ ما تسأليش عنه ولا ترد عليه، ابعد عنه خالص لحد ما يروق ويهدى. وبعدين ما تسيبيش بيتك ولا تلمي هدومك، وعلشان بيتك ومعاشك وعيالك. هتروحي فين يا بيت؟ بتقولي وانت جاية دلوقتي جبت الريموت بتاع التلفزيون والشاحن بتاع التليفون بتاعه؟ وايه تاني؟ ومليت الطشت هدوم ميه ونقعت هدومه كلها فيه، الهدوم اللي في الدولاب كلها في طشت الميه؟ يخرب بيتك. طب يا بنت كنت ولعي فيهم، ايه اللي خلاك تنقعيهم في الميه؟ كنت ولعي فيهم وريحي نفسك. وعملت ايه تاني يا مايل؟ ضربتيه في دماغه بمفتاح الانبوبه، فتحت قرنه. يلا وماله زي بعض، زياده الخير خيرين. خليكي بقى معايا النهارده احسن هو لو شافك هيطلع ميتين، ولو رحت له دلوقتي هيصور قتيل. خليكي بقى معايا النهارده ونزلي البهجة الهدوم اللي على راسك دي، وروقي لي بقى المطبخ كده واغسلي المواعين اللي بايته في الحوض دهيت ينوبك صوفي على معلق على العدس. وخليكي معايا بقى النهارده، هنعمل شوربة عدس ونفت فيها وناكل. وبالليل نبقى نعمل بقى بقيه الشوربه دي، نبقى نصبها في مجات ونشربها واحنا قاعدين بقى قدام التلفزيون يدفينا كأنه سحلب، اهو نوفر يوم في اللبن شويه. بتقولي مش عايزه تاكلي عدس؟ امال اعمل لك انا بقى النهارده؟ يا دول الغلب اللي انا فيه، وانا كنت مرتاحه وجبت لي حاحه؟ روحي يا بنت ارجعي لبيتك، يلا ارجعي لجوزك بلا وجع قلب. امال عايزه تاكلي محشي النهارده؟ طب بس انا ما اروح فين دلوقتي؟ ده وقت السوق، ده زمان الحاجه خلصت من السوق، ولا في سوق ولا نيله النهارده. طيب اسمعي، روحي هاتي دكر بط من عندكم، وانا عليا المحشي وانت عليك دكر البط، وانا هروح اجيب انا بدنجان، وعلى ما انا اجهزه تكون انت بقى اذبحيه يا ستي هنا عندنا ونضفيه، وامر لله. لو انك هتخلي لي المطبخ ريحته بط وهتزفري لي المطبخ، بس امر لله يا بنت. هو المحشي يحلى الا بالزفر؟ ما انتش عايزه تروحي وهو هناك؟ ما يا بنت هيروح الغاد زي ما اما يخرج يبقى روحي هات الدكر البط من غير ما يحس، وتعالي وانا على ما انا اروح السوق اجيب البدنجان واجي وافحره واجهزه واعمل الخلطه بتاعه المحشي تكون انت جيت. ما انتش عايزه تجيبي حاجه وعلشان انت ضفتي؟ طيب وايه المشكله يا حبيبتي؟ المليان يكب على الفاضي. انا اكل عندك انت تاكل عندي عادي، ما فيش مشكله يعني. انا عليا المحشي وانت عليك البط، عشان انا ما عنديش لحمه كده بصراحه. اديني جبت البتاع وفحرته اهوت وبعبيها اهو، وانت لسه ما جبتش دكر البط. ان شاء الله هناكل المحشي دي، هنزوده ميه ولا نعمل ايه؟ قرب يا ميله قرب، انا ما عنديش لحمه بقى. روحي هاتي دكر بط من عندكم. دي حاجه تعلمك ان انت ما عدتيش تسيبي بيتك. هو لما يقول لك يا بنت انا ما عايزه اجي ما اشوفش وشك في الدار، ولا ارجع من الغيط ما الاقيش، ولا لم هدومك وروحي عند اهلك تشطري بقى والحمقى تاخدك قوي وتروحي تلم هدومك وتحطهم في الملايه وتسيبي بيتك؟ لا، ما تسيبيش بيتك. لما يجيلك قرار اخله ابقي سيبي بيتك، اوعي تسيبي بيتك تحت اي ظرف. ما يقول اللي يقول، هو الكلام بفلوس ولا الكلام عليه جمرك؟ مطرح ما يحط راسه يحط رجليه. انت تقعدي في بيتك معززه مكرمه، هانم من طلع من داره وتقل مقداره. ما تسيبيش بيتك تحت اي ظرف. هو يروح مطرح ما هو عايز، لكن انت ما تسيبيش بيتك ابدا. تقعدي في بيتك في معاشك ووسط ولادك، تاكلي لقمه وترمى 10. لكن تسيبي بيتك ازاي؟ انت هبله يا بنت ولا عبيط؟ انا هستحملك النهارده بس، لكن بكره ما اعرفكيش. تروحي عند جوزك على طول، ما فيش مروءه عند اهلك. انا بقول لك اهو، انا هاخدك من ايدك واوديك. وبعدين بقى الست لازم تطول بالها يا هبله، طولي بالك عليه، ما بيبقى جاي زهقان من الغيط وقرفان، وانت رخره اللي انت عملتيه فيه شويه. الهدوم اللي ماليه الطشت ديت هتعملي فيها ايه؟ ما انت اللي هتروحي تغسليهم برضو يا مايل، هيفضلوا في الطشت لحد ما تروح، وزمانه هيتجنن على الشحن والريموت بتاع التلفزيون. يلا خليه يرنك علقه. يا بنت هو احنا نستغنى عنهم؟ الرجاله دول قدرنا، هنروح منهم فين؟ امال مين اللي هيجيب لنا الضغط والسكر والمراره؟ امال مين اللي هيوديك العباسيه ماشي على رجلك يا عبيطه يا هبله؟
واحنا نستغنى عنهم؟ دول زي الملح في الاكل يا بت، بيجيبوا ضغط وسكر. يخرب بيتك. يلا علشان ايه، يلا انا جهزت لك المحشي اهوت، يلا علقي عليه وعلقي على الذكر البط، يلا بلا زعل بلا وجع قلب. وايه، وما فيش احسن من اللقمه الحلوه واللمه الحلوه. ويا رب بقى ايه، يا رب تغضبي تاني يا سعديه علشان اكل بط على حسك. يلا المحشي طب بقى اهو، بس ايه، بس دي اول واخر مره تسيبي بيتك يا هبله يا عبيطه. هي واحنا نستغنى عنهم ولا هم يستغنوا عننا؟ ما تقعديش بقى تقولي لي بقى ايه ما بيستحماش والكلام الفاضي ده. إيه، بصي بقى ارضي بنصيبك بقى وهو قدرك وخلاص. ماشي. وفي حد يا بنت بيشطف في البرد دي؟ ده الدنيا تلج. ده انا اتحايلت عليكي تاكلي عدس، قعدتي تشرطي عليا وتقولي لي انا عايزه اكل محشي. هو فيه حد بيطلع بره ولا بيجيب حاجه في البرد دي؟ ده ايه المرار الطفح اللي انا فيه ده يا ربي؟ هو انا اللي جبته لنفسي؟ ما انا كنت قاعده في بيتي مرتاحه. يلا يا رب تعود تاني كده يا سعديه ايه، وتجيب لنا دكر بط كل مره كده، وكل كام يوم كده اعملي غضبه زي دي وهاتي لي دكر بط في ايدك. وانا يا ست عليا المحشي، والمره الجايه هعمل لك كسكس. ايه رايك بقى؟ بتقولي ايه كل ما هتغضبي هتيجي هنا؟ لا يا بت، وانت ايه اللي يخليك تغضبي يخرب بيتك؟ ما احنا قلنا بقى، هو احنا هنقعد نقرف المتقري؟ هي سورة عبس دي ما بتخلصش معاك خالص. انا خلصت المحشي اهوت، احنا نتغدى وانت بقى ايه بالليل كده تسحبي كده وتاخدي البهجه اللي على راسك دي وتروحي بيتك. وما تغضبيش تاني، انا بقول لك اهو، انا مش هقعد كل يوم بقى، انا ما ورايش غيرك يا سعديه، ما ورايش غيرك، ما عنديش بيت، ما عنديش قناه شغاله فيها اهوت مطلعه ميتيني، والمشتركين مش متفاعلين معايا ولا حتى بيحطوا لي لايك. ده انت حتى من دخلتك عليا نسيت اعافي عليهم. عوف عليكم يا اولاد، معلش سامحوني، غصب عني بقى، ما انا سعديه دي خلفتها ونسيتها كأنها بقى ايه بنت البكريه. انت يا بنت ما تسيبيش بيتك خالص تحت اي ظرف مهما كان. وبعدين كل يوم والتاني عامله مشكله، ما تطولي بالك، طولي بالك واصبري يا حبيبتي، ما هي العيشه كده، هنعمل ايه؟ ما هي عيشه الراجل زي ندغ الزلط، الشطره هي اللي تندغ الزلط. هنعمل ايه بقى في نصيب. فوتكم بعافيه يا حبايب قلبي، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.